السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من الهبد والقرش الفخم، معاكم دكتور فويس محمد عادل. طبعا زي ما انتم عارفين حلقاتنا بنجيبها من كوكب زحل الفخم، بنتكلم في أي حاجة، في السياسة، في التاريخ، في الرياضة، في الحضارات، في الأساطير، موضوع من الدنيا. بنهبد وننقش بفخامة، بس في الآخر إيه؟ الله ينور عليك، لازم نستفيد حاجة. طبعا الموضوع دلوقتي اللي أنت شُفت منّه أكيد فيديوهات كتير وحلقات كتير، واللي شاغل الناس كلّها وكلّه بينزّل منّه حلقات في أي محتوى، هو موضوع جزيرة إبستين. وهوب تلاقي واحد داخل في الحلقة نازل لك بالصور، ونازل لك بالوثائق، ونازل لك بالفضايح والبلاوي اللي كانت بتحصل في قلب الجزيرة. وفي ناس تانية خدت الموضوع من ناحية تانية خالص، أو ناحية واحدة، وهي موضوع البيدوفيليا. لخّصوا كل الناس اللي بيروحوا ويعملوا أفعال من هنا ب60 نيلة في قلب الجزيرة إنّهم كلّهم مرضى بيدوفيليا. طَب إيه هي البيدوفيليا؟ هي الانجذاب لممارسة الجنس مع الأطفال. حلو. بس ثواني بقى، هو كل اللي بيروحوا هناك مرضى؟ يعني كل الناس اللي بيروحوا هناك شاءت الأقدار إن كلّهم يبقى عندهم بيدوفيليا؟ كلّهم بيدوفيليك؟ أكيد لأ. في الحلقة النهارده إحنا هناخد الموضوع زي ما أنت فاهم، هنحكي القصة وهنقول كل حاجة وهنتكلم كلمتين حلوين، بنهبد ونرغي بفخامة زي ما أنت متعود، بس في الآخر جهّز نفسك لقنبلة الحلقة. زي ما قُلت لك المحتوى اللي أنا باقدّمه أو اللي أنت بتشوفه مش إن إحنا بنحشي أو نرص معلومات بس، والنبي لو على رص المعلومات ده هيبقى أحلى محتوى في مصر. أنا باحب الرص موت أوي، بس أنا باجيب الموضوع باقراه، بافهمه، باشوف وجهة نظري فيه، وباشوف المصادر، باجي باعرضه لك أفيدك، أنت تدوّر ورايا، تستفيد، تكتب كومنت تفيدنا، تشوف فهمت إيه، ونتناقش بيننا وبين بعض ونشوف الدنيا معانا هتوصل لحد فين. شد حزامك ويلا بينا على الجزيرة. جزيرة إبستين هي ما اسمهاش جزيرة إبستين أصلًا في الأصل، هي اسمها جزيرة ليتل سان جيمس، جزيرة القديس يعقوب الصغيرة، مجاورة بقى جنبيها على طول الجراند سان جيمس، جزيرة القديس يعقوب الكبيرة، في كبيرة وفي صغيرة، ما فيش فيها أي مشكلة، وكل دول موجودين في منطقة اسمها the Virgin Islands، اللي هي الجزر العذراء الأمريكية اللي موجودة في منطقة البحر الكاريبي. والبحر الكاريبي يعني روقان والدنيا حلوة، وكل ده هنيجي له إيه؟ واحدة واحدة. وأنا قبل ما أخش أي مكان وأكبس عليه لازم أتعرّف على صاحب المكان، دي الأصول وده الأدب، وهو مين؟ عمك جيفري إبستين. جيفري إبستين هو صاحب جزيرة إبستين زي ما قُلت لك، اللي هي اسمها أصلًا ليتل سان جيمس، واتسمت باسمه زي أي حتة جنبكم كده، مثلًا زي كفر أبو منصور، عزبة الشيخ إبراهيم، نجع العزايزة زي في الضوء الشارد، بتتسمى باسمه زي الفل. ماله بقى جيفري إبستين؟ إيه قصته وإيه حكايته كده؟ واحدة واحدة بالراحة. جيفري إبستين اتولد في مدينة بروكلين بنيويورك في 20 يناير 1953. حي بروكلين حي عادي خالص، لا في ناس معاهم فلوس ولا ناس مليارديرات ولا ملايين ولا أي حاجة خالص، حي عادي من الطبقة العامة. والدته كانت ست شغالة مساعدة في مدرسة، وكانت ربة منزل في نفس الوقت، وأبوه أبو عمك جيفري إبستين ده راجل كان شغال بستاني في إدارة الحدائق العامة فين؟ في نيويورك زي الفل، ناس موظفين عاديين، موظفين حكومة، يعني لا أصحاب ملايين ولا ثروات ولا أي حاجة. جيفري اتعلم في المدارس الحكومية وخد الشهادات بتاعته، ووصل لحد المرحلة الإعدادية، وقرا زملائه حواليه في الفترة دي وهو طفل، قال إن هو كان طفل عادي بس كان بشوش وكان سخي أوي مع زملائه، كان كريم وكان لطيف جدًا، ما فيش عنده أي مشكلة، يعني ما فيش عوّا وهو صغير ولا حد عمل فيه حاجة لا يمين ولا شمال، وبالعكس ده كمان كان شاطر جدًا في الرياضة والفيزيا، وكان بيشرح ساعات لزملائه في المرحلة الإعدادية الرياضة والفيزيا والمسائل، وكان بياخد عائد مادي صغير ما فيش منه أي مشكلة. المهم يا سيدي إن هو وصل لحد المرحلة الثانوية وخد الشهادة الثانوية سنة 69 في نفس المنطقة في المدارس الحكومية، وراح على معهد كورنت للعلوم الرياضية بجامعة نيويورك، ودرس الفيزيا ودرس الرياضيات وزي الفل ما فيش فيه أي مشكلة، بس ما اتخرّجش من جامعة نيويورك، ما كمّلش وخرج من المعهد سنة 1974 من غير ما ياخد الشهادة الكبيرة. جيفري بعد ما اتخرّج اتعيّن مُدرِّس، آه والله، اتعيّن مُدرِّس رياضيات ومُدرِّس فيزيا. طَب إزاي وإن أصلًا هو ما خدش الشهادة؟ ومن قوانين إن أنت تتعيّن مُدرِّس في المنطقة دي، هو اتعيّن على فكرة في مدرسة دالتون، ما يعرفوش إيه الملابسات اللي خلّت مدير المدرسة يتخطى كل الإجراءات دي، وإن هو ما حصلش على الشهادة الجامعية كاملة ويعيّنه. ما علينا، المهم بقى يا سيدي إن جيفري فضل في المدرسة لحد ما اتفصل منها سنة 76. طَب ليه؟ الطلاب في المدرسة بتاعة دالتون قالوا إيه؟ قالوا إن جيفري كان دايمًا بيميل للطالبات، وخُد بالك إن الطالبات هنا كانوا طلبات كلّهم كُسْر وصغيّرين، بدأ العوَق يبان بقى. كان بيقول لك إيه؟ كان بيقول لك إن هو كان بيميل لهم في كل حاجة، في الواجبات، في الفروض المنزلية، كان بيعاملهم معاملة كويسة جدًا، غير بقية الطلبة الخناشير اللي هم اللي عندهمش نِبَه، الرجالة. وفي نفس الوقت كان بيحضر الحفلات بتاع الطلبة، الحفلات الصغيرة اللي هي بيشربوا فيها الكحول ويضحكوا ويهزروا ويشربوا بيرة والكلام ده كلّه، زي ما أنت بتشوف كده في الأفلام، كان بيحضرها وكان بيدعو ليها كمان الطالبات. يعني كان في عَوَق أصلًا. المهم إن هو نتيجة الأفعال دي كلّها ونتيجة العَوَق اللي مشي فيه وميله للطالبات شوية بجانب الحفلات، رفدوه من المدرسة وخلع منها سنة 1976. بيتصادف إن في خطيبها كان موجودة عنده في المدرسة بتاعة دالتون دي كان اسمها لين. لين دي بقى أبوها كان اسمه إيه؟ كان اسمه ألان جرينبرج. ألان جرينبرج ده كان موجود في بنك من أكبر البنوك الاستثمارية، كان مدير تنفيذي في البنك ده، كان اسمه
بير سترينز. حلو قوي. ده عمل ايه؟ ده بعد الراجل ما اتطرد من المدرسه سنه 76، المهم عن طريقه تم تعيينه في هذا البنك. ازاي؟ ما تعرفش؟ طب لين كان ايه موقفها؟ ايه الوضع بتاعه؟ بيقول لك ان في وقت من مجالس الاباء، مجلس المجالس اولياء الامور، المهم حصل ان ايبستين اتعرف على الان جرينبرج ده، ومين شمال بنته اتوسطت له ان هو يعينه في بير سترينز، وفعلا بدا فيها العمل في الاستثمارات والسمسره والعقارات والشغل المالي. ويبستين كان شاطر قوي في الرياضيات، وكان عنده حاجه بقى، كان بيقدر يتعامل مع الناس والشخصيات المشهوره كويس قوي، كان بيفهم قوي في الفلوس رايحه فين وجايه منين، وفاهم في دماغ اصحاب الفلوس. كانت عقليته جباره ان هو يعمل شبكه اخطبوطيه عنكبوتيه من العلاقات وكل حاجه. ده لحد امتى؟ لحد سنه 1981 لما برضه اترفد من شركه بير سترينز. طب ليه؟ بيقال ان هو في الوقت ده خالف واحد من اللوائح والقوانين الماليه، وهوب راح سايب الشركه. بس المرة دي بقى لمّا إيباسين ساب الشركة بسبب خبرته اللي بقت موجودة في مجال السمسرة وفي مجال العقارات والأوراق المالية والاستثمارات وشبكة العلاقات الرهيبة اللي كوّنها، قال لك بس أنا ما ليش دعوة بالكلام ده، أنا هاعمل الشركة بتاعتي الخاصة. وفعلًا أسس الشركة بتاعته سنة 1981. خُد بقى الشغلانة الغريبة بتاع الشركة دي. الشركة دي كانت شغلتها إيه؟ إرجاع الأموال المسروقة لأصحابها اللي اتعرّضوا لعمليات نصب عن طريق السمسرة أو الاحتيال من المحاميين لأصحاب الأصول والشركات دي. يعني بالبلدي كده زي ما تشوف عندنا في الأفلام والمسلسلات، واحد له فلوس أو له شيكات عند حد مش عارف ياخدهم، يجيب واحد بلطجي هوب يخش يكبس عليه يجيب له فلوس. ده بقى كان بيتعامل عن طريق الأوراق وعن طريق شبكة العلاقات بتاعته، وما تفهمش إزاي كان بيرجّع الفلوس دي فعلًا لأصحاب الأصول والشركات وياخدوا منها نسبة كبيرة. ومن هنا لهنا ومن شركة لشركة، استثمارات هنا بتنجح، مجلات بيشتريها، دور أزياء، ما أعرفش إيه، دعاية، إعلان، رعاية، عمل إمبراطورية في وقت قصير جدًا. وبشبكة العلاقات المهولة دي بقى مليونير وملياردير كبير، وعمل أسطورة جيفري إيبستين المالية لحد ما راح واشترى المكان اللي إحنا هنتكلم عنه النهارده وهنشد الرحال ونروح له، وهو جزيرة إيبستين سنة 1998. جيفري إبستين اشترى الجزيرة اللي هي ليتل سان جيمس زي ما قلت لك في الأول، وبقى اسمها باسمه جزيرة إبستين سنة 1998. واحد يقول لك الله، طب ما ده راجل مليونير ولا ملياردير طبيعي، واخد جزيرة في البحر الكاريبي معزولة، عايز يضرب برمودا حلو، شورت جميل، يمدد في الشمس، ياخد تان ويدلك، ويجيبوا له أنساه اللي هي مش فوطة مش شفاط الحلوة دي. لا، جزيرة إبستين ونتيجة للعلاقات الكبيرة والاستثمارات وطبيعة عمل جيفري إيبستين، نتيجة هو كمان لطبيعته اللي هي أصلا مش مظبوطة، تحولت إلى أكبر بؤرة ومركز للسمسرة والعلاقات لجميع الأشياء المحرمة وبجميع الطرق المشبوهة اللي أنت تتخيلها. أي حاجة ممكن تتمناها خارج القانون وخارج الإطار لأصحاب النفوذ في هذه الكرة الأرضية هتحصل عندك على جزيرة إيفستين. بقت خلاص عاملة زي جزيرة الأحلام، أي حاجة وأي متعة شاذة أو محرمة ممكن تعملها هناك في الجزيرة دي عادي، مفيش فيها أي مشكلة. مكان رايق معزول في البحر الكاريبي، مترشق كاميرات من كل حتة في أرض الجزيرة، جوه الأوض في القصر بتاعه كاميرات داير ما يدور، بتشوف كل حاجة، بتشوف كل أنواع الموبقات وكل أنواع الأمور الغريبة اللي بتحدث في هذا العالم الماجن الغريب في جزيرة إيبستين. زي ما تقول كده هي كانت عاملة زي خاتم سليمان، بس الخاتم مش في إيدك، أنت بتطلب بس، واللي في إيده الخاتم بيدعك ويحقق لك المطلوب زي ما هو عايز. بضاعة رايحة جاية، بضاعة أغلبها من القاصرات والبنات القُصّر والفتيات اللي هم أصغر من 14 و18 سنة، وحتى لو في أكبر من كده، وكالات إعلان وبيوت موضة وأزياء بتتفق على البضاعة الحلوة دي، تعرف أنت عايز إيه بالضبط، تجيب لك شحنة الستات من دول، هوب تضبّط حالك في يوم معيّن وترجع تاني مكانها في اليوم التاني. زي ما قُلت لك جزيرة إيبستين اتحوّلت لإمبراطورية كبيرة من المجون والعبث، وإن أنت أي حاجة عايز تعملها برّه الإطار وفوق مستوى القانون وفوق حدود البشر لازم تحصل جوّه الجزيرة دي. الجزيرة ما لهاش مكان تدخل منّه ولا تخرج منّه، يعني مش هتمشي على رجلك هتوصل لحد قصر إيبستين هتضبّط حالك وتطلع، لأ، يا إمّا يا حبيبي تروح بالهليكوبتر، يا إمّا تروح عن طريق البحر، ما لهاش مخرج ولا مدخل. وزي ما قُلت لك إيبستين كان بيراقب كل حاجة في قلب الجزيرة، كان مرشّق كاميرات في كل حتة عشان تراقب هذا العالم الماجن العابث اللي بيحصل فيه أي حاجة، واللي أنت شُفت منه طبعًا الوثائق والصور اللي نزلت واتكشفت. We're going to get great ratings on your show. Trump is surrounded by women as music blares in the background. After a while, Trump goes to greet three new guests, among them the financier Jeffrey Epstein. واحد بقى اللي بيتفرّجوا دلوقتي ييجي يقول لي: أنت كده إيه لمّيت الدنيا؟ عرفنا إنه مكان ماجن وعابس وزي الفل. إيه؟ يعني مش فاهمك يعني، أنت كده خلّصت والّا إيه؟ لأ تعالَ إحنا لسه ما بدأناش، إحنا بس بنسخّن كده بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أول حاجة بالنسبة لإيبستين وبالنسبة لمراحل العوق اللي حصلت في حياته واللي أغلبها دايمًا بيتركّز زي الاتهامات اللي أنت سمعتها عن حوار جلب القاصرات والترويج للدعارة والعنف مع الأطفال بالذات
والاعتداء الجنسي بدأ امتى؟ بيقول لك يا سيدي ان العوق بتاعه كان 1996، وفي عارضة الازياء اسمها ماريا فارمر بيقول لك تعرضت للاغتصاب بس في قصره في نيويورك، وحاولت ان هي ترفع دعوة بس القضية بتاعتها اتشالت واتركت على الرف، محدش عرف يعمل خالص لإيبستين حاجة. تعال لي بقى على الجزيرة. بدأ العوق سنة 2005. ايه اللي حصل؟ في واحدة ست راحت لشرطة بالم بيتش اللي هي تبع لها في منطقة فلوريدا تبع الجزيرة، وقالت لهم يا جماعة انا عايز اقدم بلاغ. بلاغ في مين يا حاجة؟ بنتي اللي عندها 14 سنة اتعرضت للاعتداء والاغتصاب الجنسي في منزل إيبستين، وإن في ست جت خدتها وقالت لها إن هي هتروح هناك وهتعمل جلسة تدليك لإيبستين وهي عارية تماما من الملابس مقابل 300 دولار. يعني إيبستين كان عايز يتدلك وتدفع 300 دولار. المهم الشرطة جت كبست على إيبستين، والقضية دي قعدوا يحققوا فيها من 2005 ل 2008 بتهم إيه؟ 3 تهم. أول حاجة اغتصاب القاصرات، العنف للأطفال، الترويج للدعارة. في وسط التحقيق اللي هو ال3 سنين اللي حصلوا دول، التهمتين الأولانيين دول سقطوا ودول عقوبتهم الإعدام. عقوبتهم الإعدام، ولكن التهمة الأخيرة اللي هي ترويج للدعارة واللي هي فرضت على إيبستين دي مفيش فيها أي حاجة خالص. التحقيق فيها فضل شغال زي ما قلت لك 3 سنين، والعقوبة تم اختصارها ل 13 شهر، منهم أصلا إذن تصريح بالعمل كل يوم لإيبستين 12 ساعة يروح يمارس أعماله ويرجع. وده ليه؟ وده يا باشا لأن المدعي العام من منطقة فلوريدا كان هو إيبستين كده، يتواصلوا مع بعض، وطبعا باللعب في التحقيقات القضيه اتحفظت ودفع غرامه مفيش اي مشكله، واتحولت من عقوبه لازم يروح فيها سجن الولايه، لا ده فضل قاعد هناك في بالم بيتش مروق على حاله، بياخد التان وضرب المايوه وبيخرج 12 ساعه ويا دوبك دفع غرامه. دي كانت اول سقط عنده من 2005 ل 2008. بعد كده بقى بعد الحوار ده ما حصل، وبعد لما تم اكتشاف الأرم من اعتقاله سنة 2019 في يوليو لحد ما مات في السجن، ما طولش، في 10 أغسطس من نفس السنة 2019 هناك في السجن الحضري في نيويورك، وقال إن هو تم عملية الموت بتاعته إن هو انتحر أو اتشنق، ولكن دي عملية فيها ملابسات كتير، لأن اتضح إن الهارد بتاع الكاميرا إن أصلا اللي كان موجود في السجن عند إيبستين في دقيقتين وحاجة و50 ثانية أصلا متشالين مش موجودين. طبيعي اي حد ممكن يكون خلص عليه، مفيش فيها اي مشكله. المهم بقى يا سيدي في المنطقه دي لحد ظهور الوثائق 2025 جمعوا حوالي اكتر من 60 ل 80 قضيه، كلهم اعتداء جنسي وتحرش بالاطفال واعتداء على الكسرات واغتصاب وترويج للدعاره. اكتر من 60 او 80 قضيه اتعملت ضده لحد ما قلت لك ظهرت الوثائق سنه 2025، واللي كانت بدايتها الدعوه اللي قدمتها الست لبنتها اللي عندها 14 سنه سنه 2005، واللي استمرت 3 سنين، وطبعا ما خدوش منه لا حق ولا باطل، بجانب الدعوه اللي اتعملت سنه 96 في نيويورك ضده، وبرضه ما حصلش فيها اي مشكله، لان هناك النظام ده الجزيره كلها كانت بتاعته، من زمان المدعي العام حتى الشرطه كله كان حاطه في عبه، فكانت دايما كانت العمليه يا بترسى على الغرامه يا اما ترويج للدعاره. انما التهمتين الرئيسيتين زي ما قلت لك دول عقوبتهم الاعدام. وبعد تسريب الوثائق اللي هي تقريبا كانت حوالي 3 مليون وثيقه، 180 الف صوره، 2000 فيديو، جمعنا حوالي 80 قضيه مرفوعين ضد مين؟ ضد إيبستين، ضد دونالد ترامب، الحاجات طبعا انت شفتها مفيش كلام بتوع ابو حنان، وعندك ضد الامير اندرو ده واحد من العائله المالكه البريطانيه، وعندك ضد جيلين ماكسويل. انت ليه جيت عند جيلين ماكسويل دي ورحت جاي متنح كده؟ لان جيلين ماكسويل دي لما جت الست تروح تعمل فيه البلاغ في بالم بيتش وقالت ان في سيده استدرجت بنتها اللي عندها 14 سنه، جيلين ماكسويل دي الدراع اليمين بتاع ايبستين، هي اللي بتخطط كل حاجه، هي اللي بتستقبل جزء كبير من الايميلات. واحد من الشخصيات الهامه يبعت ايميل تستقبله، انا عايز الفتاه الفلانيه بالمواصفات الفلانيه، يبعتوا لواحده من الوكالات بتوعهم يبعتوا لهم الايميل، يجيب المواصفات دي بالطياره، الراجل يجي ياخد ليلته هوب يرجعوهم تاني. فجيلين ماكسويل اصلا اتمسكت سنه 2022 ومعاها وثائقها المزوره والباسبورتات بتاعتها، وتم توجيه اليها نفس التهم بالظبط اتوجهت لباستين، من تجارب الاطفال لتحريض على الدعاره للعنف الجنسي لكل ضد الاطفال، وتم التحفظ عليها سنه 2022. وبعيد عن ذلك ان اصلا ابوها كان حرامي ونصاب، دي ما فيش فيها اي مشكله. فجيل ماكسويل اتوجه لها نفس التهم من نفس الضحايا، هي وإيبستين وترامب واندرو وكل الشخصيات الهامه والمنبع ده اللي كان عن جزيره اللي طلعت الوثائق وفضحته زي ما سيادتك هتشوف وهتشوف لسه معانا في الحلقه سنه 2025. والان اتركك مع النشيد القومي لجزيره إيبستين، يلا بينا. كانت هناك جزيرة صغيرة تدعى إيبستين، يقصدها أصحاب نفوذ ثروات بالملايين، أطفال قصيرات دعارة شذوذ، كل شيء على الجزيرة يجوز. إن كان جموحك هو الطموح فمكانك هناك دائما مفتوح، إنها جزيرة إيبستين. خلصنا النشيد الوطني بتاع الجزيرة. طبعا انت دلوقتي مستني ان انا احكي لك عن القصه بتاعه الشخصيات الهامه اللي كانت متورطه. انت سمعت كتير وشفت وثائق كتير،
ولكن الاسماء اللي هناك كانت تخض فعلا وترعب. يعني رؤساء دول: دونالد ترامب، بيل كلينتون، هيلاري كلينتون، مايكل جاكسون، بروس ويلز، كيت برانشيت، الامير اندرو، ايلون ماسك، وما سابش حد، خد اخوه معاه واخوه. مين تاني؟ ديفيد كوبرفيلد الساحر، اياه. كل دول اشخاص اتجمعوا كلهم على جزيره ابستين. حتى ستيف هوكينج وبيل جيتس، بس دول مشكوك في امرهم شويه. كل دول اتجمعوا على جزيره ابستين. طيب ايه بقى اللي خلى ناس بالنفوذ والقوه والسلطه دي تروح لمكان زي ده، رايق وحلو في البحر الكاريبي، وتتعرف على واحد زي ابستين وتمارس الافعال دي كلها، اللي كلها اتجمعت حوالين الاعتداء الجنسي على البنات الصغيرين والقاصرات والكلام ده كله؟ الاجزاء بتاع الناس اللي بتنزل محتوى وبتقول ان ده بسبب مرض البيدوفيليا، زي ما قلت لك في اول الفيديو، ما اكيد مش كلهم بيدوفيليك كرجال. الناس دي كلها مش مولوده مع بعض في نفس الحضانه في نفس المكان وطلعوا كلهم بيدوفيليك. وانا قلت لك في الاول حضر نفسك لاخر الحلقه وحضر نفسك للقنبله. تعالى. في راجل ارستقراطي فرنسي كان اسمه الماركيز دو ساد، والماركيز دو ساد ده هو اللي اشتقت منه كلمة السادية، اللي هي ايه؟ الاستمتاع والتلذذ بتعذيب الاخرين. عمل رواية حلوة قوي اسمها ايام سدوم ال120. قال لك ايه؟ قال لك احنا هنجيب 4 من افخم رموز المجتمع. مين يا دو ساد؟ هتجيب مين؟ هجيب واحد يمثل السلطة، القانون، الدين، المال. هاخد ال4 دول وهرميهم في قلعة معزولة، قلعة بعيد خالص في وسط البحر، ومعاهم مجموعة كبيرة من الفتيات المراهقات. هديهم مكان سري معزول محدش شايفهم، مفيش قوانين ولا عقاب، وهشوف ايه اللي هيحصل بالظبط وايه النتيجه وردود افعال صفوه المجتمع. الناس المحترمه دي يعملوا ايه؟ النتيجه كانت خزعبليه ومذهله. تم ارتكاب جميع الفواحش والمحظورات مع البنات دول والمراهقات اللي كانوا موجودين معاهم. اذا الجزء من النظريه اللي بحكيها لك او نظريه دوساد هي نفس الكلام بالظبط اللي ممكن يكون حاصل عند ايباستين. معاك مكان معزول، سريه تامه، محدش شايفك، لا مجال للعقاب. بتطبق انت ساعتها مقوله حلوه قوي: من امن العقاب، سمعني كده، ايوه، من امن العقاب اساء الادب. الدنيا عندك مفتوحه، فنفسيتك بتتغير وبترتكب كل حاجه انت ما تقدرش تعملها في العالم، لان مفيش لا ظابط ولا رابط. وهنا المنطلق ده بتاع الروايه او التحليل النفسي اللي بيتقال ان الانسان ما بيتولدش في اصله شرير او وحش، ولكن لو اتحط في بعض الظروف ممكن طبيعته الوحشيه تظهر. زي بالظبط هنا حطيناك في مكان معزول، مفيش عليك اي عقاب ولا ظابط ولا رابط، مفيش قانون انت بتخضع له، فطبيعي ان الوحش اللي جواك ده يطلع ويظهر وينمو ويحقق كل الفظايع دي. فعلا ده كلام سليم. نفس الكلام قاله العالم فيليب زيمباردو اللي عمل كتاب مشهور قوي اسمه لوسيفر افكت، تاثير لوسيفر او تاثير الشيطان. الكتاب ده اتاخد واتعمل فيلم حلو قوي سنه 2007، هسيب لك اسمه تحت في الكومنتات، اسمه ستانفورد بريزون اكسبيرمنت، تجربه سجن ستانفورد. ايه بقى اللي حصل؟ فيلم نزل سنه 2007 يعني. عموما ايه بقى يا معلم الكتاب ده كان بيشرح ايه؟ التجربه دي ان احنا جبنا مجموعه من الطلاب قسمناهم مجموعتين، شويه خليناهم مساجين وشويه خليناهم حراس، مع اعطاء سلطه مطلقه لا حدود لها للحراس دول. يعني لو عملوا اي حاجه في المساجين مفيش حد هيحاسبهم. اذا فاحنا عملنا معادله نفس الكلام: سلطه مطلقه، مفيش عقاب، ظابط ولا رابط، مكان سري محدش شايفك. هنا الانسان فعلا ممكن يتحول لوحش، اللي هو ايه؟ هاو جود people turn to evil. ازاي الناس الطيبين يتحولوا لوحوش؟ هي معادله زي ما قلت لك بالظبط: مفيش عقاب، مفيش عليك رقيب، انت فوق القانون ومحدش شايفك، فبتعمل اللي انت عايزه. وده اكيد جانب من الاجزاء اللي كان موجود عند الناس دي. ما بقول لك مش كلهم جايبين الكسرات يغتصبوهم او يعملوا الافاعيل دي او ياكلوا لحوم البشر لانهم كلهم مصابين بنفس المرض، اكيد لا. فالتحليل النفسي بيؤكد الموضوع ده. الظروف الملائمه اللي انا قلتها لك، 3 اطراف المعادله، بيحولوك لوحش ويخليك تعمل اكتر حاجات مرعبه في الدنيا دي كلها. تعالى بقى على الجزء الثاني وهو التحليل العلمي. بص بقى يا معلم، دلوقتي انت كبني ادم دلوقتي اي رغبه او اي حاجه بتسبب لك النشوه والمتعه اكيد ليها وقت معين. مثال بسيط: والله سيادتك رحت اشتريت عربيه جديده، ركبتها شهر 2 خلاص بقت عاديه، خدت متعتك منها، الزهوه، الغربال الجديد وشد حبيبي، خلصت خلاص. اشتريت هدوم جديده، طقم جديد، شقه جديده، اي حاجه جديده لما تعتاد عليها بتفقد زهوتها. وده اللي حصل عند الناس دي، شيء اسمه ملل الشبع او ملل القمه. هم وصلوا لحد فوق خلاص، مفيش اي حاجه ما بيعملوهاش، عربيات وبنركب، طب فلوس ومعانا، بنقابل افخم الناس، افخم الشخصيات، ممكن اتعرف على اجمل واشيك واحده في العالم. ولكن ليه هم عملوا كده؟ ليه سابوا ده كله وراحوا لحته المجون، وبالذات في حته الاطفال واغتصاب الاطفال؟ ليه؟ رغبه منهم في كسر قمه الشهوه، اللي هو بيقول لك كده في التعبيرات اللي بتشوفها على
الفيس والكلام ده كله والكلام الجديد بتاع جين زي، يقول لك كسر التابوهات، كسر الحاجات الاساسيه الستاندرد، بيكسرها خالص. ليه؟ هقول لك على حاجه، لان جسمه شبع من المعتاد، خلاص جاب اخره. المستقبلات عندك بتاعه المخ لما بتعتاد على الشيء زي ما قلت لك، سواء كان اديتك مثال بتاع العربيه او الشقه او الهدوم، خلاص جسمك ومستقبلات مخك اتعودت على المتعه اللي جايه منه، خلاص مبقتش تدي اي ريسبونس. معنى كده ان دماغك بقت في اللو، انت بقى عايز تخليها ايه، هوب هاي، فبتروح لاكتر حاجه انت ممكن تكسرها وتسبب لك المتعه. وايه هي الخروج عن المألوف واحساسك ان انت فوق القانون، اللي هي من امن العقاب اساء الادب. انت فوق القانون في مكان سري معزول، مفيش حاجه فوقك، مفيش اي قانون هيحرم اللي انت هتعمله. فبتلجأ الى هذا الجزء، وساعتها لما مخك بيستقبل المتعه حتى المريضه دي، المستقبلات بتاعته اللي خلت العربيه، بتاخد نفس الكلام ده وبتستمتع الى ما لا نهايه. وده زي ما قلت لك نتيجه المعادله الخرافيه اللي اتعملت في لوسيفر افكت، او اللي انا قلتها لك، اللي هو نتيجه ملل القمه، فبتميل ان انت تكسر التابوهات. واكتر حاجه العلماء وصلوا لها في كسر هذه التابوهات وكسر هذا الملل اللي هو ملل القمه، ان انت تعبث مع الاطفال، الداء الجنسي على الاطفال والشذوذ واكل لحوم البشر. مفيش حاجه اكتر من كده ممكن توصلك للنشوه اللانهائيه المرضيه اللي وصل لها الناس دول. حلقة مرهقة، حلقة مرهقة، ولكن لما انا قعدت اقرا في المصادر واقرا عن الجزيره واقرا عن الوثائق، لقيت حاجات كتير متشابهه حتى في الناس اللي هي بتقدمه او بتعرضه. انا ما بقولش طبعا وحش، اكيد يمكن احسن من اللي انا بعمله كان بكتير، ولكن انا دايما بحب زي ما بقول لك، ما بحبش احشي، ما بحبش اجيب معلومات واقول لك وننزل بالوثائق وننزل بالتواريخ والكلام ده كله. لا، انا بقول لك احنا بنجيب بنتناقش، بناخد وندي مع بعض بشكل ودي. انا هوصل لحاجه وانت كمان هتبحث وهتوصل، واكتب في كومنت دايما بقول لك اللي انت وصلت له، وفيدنا وفيد الناس. فعشان كده في الجزء الاخير ده لما جبت لك حته لوسيفر او حته كتاب بتاع الماركيز دوساد، وازاي وصلتها لك ان الناس دي ونتيجه الملل ده ارتكبوا افظع الاخطاء دي، مش معناها زي ما قلت لك كانهم بيدوفيلك، كلهم اتجمعوا مع بعض، هوس، مجموعه من الهوساويين والمرضى المختلين بالاعتداء على الاطفال، كلهم اتلموا مع بعض. مستحيل ده يحصل، اكيد منهم نسبه ونسبه كبيره، بس اكيد طبعا مش كلهم زي ما الناس كلها بتقول. عشان كده جبت لك الجزء ده وحققت لك المعادله المحرمه، اللي هي مكان سري محدش شايفك فيه، انت فوق السلطه والقانون، تكسير لكل الشهوات المعتاده. في الاخر يتحول الانسان الجيد الى وحش ويطلع عنه كل الفظائع دي. واحد هنا بيجي يقول لي طب معلش بقى، يعني الناس دي اللي انت بتقول عليها فوق القانون وان هي تحقق ده كله وما فيش حاجه رادعه خالص، ما فكروش في اي حاجه، حلو قوي. انت ليه بالنسبه لك لو انت قاعد لوحدك ما بتعملش حاجه؟ لانك بتخاف من ربنا. لا قانون الهي انت بتخشاه. انت صحيح في حاجات كتير بتبقى عايز تعملها، بس خايف من العقاب، وده عادي، ده مش نتيجة طبيعتك الأصيلة الحلوة. أيوة أنت ممكن تكون كده، بس برضه فيها جزء من الخوف. تخيل بقى أنت بتكسر هذا الخوف وأنت فوق القانون. جرب كده لما تيجي تعمل حاجة غلط وأنت متداري، أو جرب وسع بخيالك لما تعمل غلط ده عيني عينك، يعني ببجاحة، ومحدش هيعمل لك حاجة. هتحس ساعتها بنشوة غريبة، صدقني هتنبسط وهتحس إن أنت ملك قاعد، مفيش حد يقدر عليك ولا حد يروح عليك سلطة. ولكن زي ما قلت لك القانون الإلهي هو الوحيد اللي ملوش مكان سري مش هيشوفك فيه، مفيش حاجة مطلقة فوقه، مفيش حاجة عنده ما بتمنعش المحرمات. هو ده الحاجة الوحيدة تقريبا، أو القانون المطلق اللي بيحمينا ويخلينا نوصل لمرحلة زي دي. أتمنى النهاردة تكون الحلقة عجبتك، وأتمنى إن أنت تكون وصلت المفهوم اللي عايز أقوله، وعرفت إن أنا عايز أوصل لك حاجة بطريقة معينة ومعلومة معينة. أتمنى إنها تكون جددت لك شوية مفاهيم عندك، وبالطريقة الخزعبلية الجميلة المهلبية بتاعتنا وصل لك المفهوم. وزي ما قلت لك القانون الإلهي مفيش حاجة فوقه، وده من أهم الحاجات اللي صدقني ممكن تمنعنا. مش شرط نبقى مليارديرات أو معانا فلوس أو عندنا طيارات عشان نرتكب الحماقات والفواحش دي، ولكن من أمن العقاب، أيوة، أساء الأدب. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير، ما عجبتكش اعملها برضه لايك وشير. اطلع كده الحلقة بقى اتفرج عليها، انزل كده مش هتلاقي حاجة ان دي اخر حلقة. كان معاكم دكتور فويس محمد عادل، وحلقة جديدة من قرش فخم، جزيرة إيبستين. السلام عليكم. ما تنساش لو الشعار عجبك الاغنيه اللي انا عملتها، لو حد خدها سجلها ولا عملها مزيكا، عادي يعني مفيش مشكله، بس بيفتكروني باي حاجه. السلام عليكم. Person who sent an email to Jeffrey Epstein, we don't know who it is, we don't even have their name. They just simply wrote, I am in China, I will be in the US second week of May. To which Jeffrey Epstein responded, where are you? Are you okay?
I loved the torture video. I think the public deserves to know who sent Jeffrey Epstein a torture video